فاكر أول موبايل أندرويد جبته؟ فاكر فرحتك بيه وسعادتك لما جبتله سكرين عشان تحافظ عليه وتجيب له جراب مش عارف ايه ولونه ايه وشكله ايه وتدلعه وتنزل عليه كل الابليكيشنز والجيمز اللي بتحبها وكل ايميلاتك وباسورداتك وتتصور بيه في كل ذكرياتك وتعمل فيديوهات وتسيف عليه كل أرقامك، ولو عندك نوتس وذكريات لكل حياتك بتكتبها عليه، وكل الشات اللي حصل في حياتك بتبقى موجودة عليه، وصورك وفيديوهاتك وصور حبايبك وقرايبك وفيديوهاتهم كلها عليه، وتنيمه في حضنك لأنه فعلا بقى جزء من حياتك أو كل حياتك تقريبا. ومع مرور الوقت بتطمن لوجوده فبتبدأ تركنه أو ترميه في أي مكان، ولما يرن أو تحتاجه تبقى تفتكره وتستخدمه وقت حاجتك بس. الموبايل مع الوقت من كتر استخدامك واستهلاكك ليه أداؤه بيقل، بطاريته بتضعف وتغيرها مرتين تلاتة، والسكرين تتخربش والبادي بتاعه يتجرح ويتبهدل وتغير له كفرات وتبوظ، ويبدأ يهنج ويعطلك عن الحاجات اللي عايز تعملها عليه بسرعة، فبيبقى مش في قدر طموحاتك لأن حياتك بتتغير وتطلعاتك بتزيد واحتياجاتك بتزيد، وبتنسى طبعا ان استهلاكك للموبايل ده هو اللي عمل فيه كده، وان كل ذكرياتك وان كل اللي انت مخزنه عليه هو اللي متقله كده وهو اللي مخليه يهني. بس في كل الحالات مش بيهمك وقتها غير انك تجيب موبايل جديد غيره يرضي رغباتك وطموحاتك الجديدة، وفعلا بيبقى كل همك تغيره وتحوش وتجيب موبايل جديد، او يجيلك هدية موبايل جديد بيلمع قوي وامكانياته اكبر بكتير، واحيانا بيجيلك ايفون لان مستواك دلوقتي بقى اكبر من انك تشيل موبايل اندرويد، وبترمي الموبايل القديم ولو بتحتفظ بيه بس علشان كل صورك وفيديوهاتك وذكرياتك عليه وباسوردات كل ايميلاتك والسوشيال ميديا اللي ممكن تكون نسيتها ومش عارف تحطها على الموبايل الجديد، وبتبقى ماشي في الشارع بموبايلين بس نفسك تخلص من القديم لأنه بقى حمل زيادة عليك، ولكن فجأة وانت راكنه كده أو قاعد في مكان وحطه على ترابيزة وماسك الموبايل الجديد أو الآيفون ومهتم بيه وبتشتغل عليه، بيجي واحد يسرقه منك ويجري، وطبعا علشان انت مهتم بالآيفون فمحافظ عليه أكتر وخايف عليه من السرقة ومهمل ومش مهتم بالموبايل التاني، فما خدتش بالك وهو بيتسرق منك، او نقول في لحظات اهمالك وقع منك وحد لقاه وقفله علشان مش عايز يرجعهولك، يمكن لانه كان محتاجه اكتر منك بكتير وكان يتمنى يكون معاه اي موبايل من اي نوع. فجأة كده بتفكر فبتحس بأهمية الموبايل القديم وبتكتشف إن كل حياتك كانت عليه، وكل ذكرياتك الجميلة والبريئة وانت صغير وصورك وفيديوهاتك وأرقامك وباسورداتك عليه، فبتحس بقيمته وبتتمنى إنك ترجعه تاني بأي شكل، ولو حتى وصلت إنك تستبدله بالآيفون الجديد اللي رغم إنك اتصورت عليه صور جديدة وكتبت عليه ذكريات جديدة وحطيت عليه أرقام جديدة وإيميلات جديدة، لكن ولا حاجة من كل ده بتعوضك ولا بتنسيك كل حياتك اللي كانت على الموبايل القديم اللي فرطت فيه بسهولة أو ما بقتش تهتم بيه، وبتندم ندم عمرك إنك محافظتش عليه ومهتمتش بيه لحد ما اتسرق منك. تخيل بقى لو شفت الموبايل ده في يوم في إيد حد تاني غيرك، غير له البادي والكفر والبطارية والسكرينة ورجعه جديد ولمعه وماشي فرحان بيه قدام الناس، وتيجي تقوله الموبايل ده بتاعي فيقولك لا ده بتاعي أنا، هتقوله طب بالأمارة افتحه وهتلاقي عليه كل صوري وفيديوهاتي وأرقامي وإيميلاتي وذكرياتي كلها عليه، فيقولك أوكي نفتحه، فيفتحه قدامك. المفاجأة إنك ما بتلاقيش ولا حاجة من كل اللي قلت عليها لأنه مسح
كل حاجة، مسح كل حياتك من الموبايل ده وحط حياته هو عليه، وبيحافظ عليه ومهتم بيه وبينيمه في حضنه زي ما كنت انت بتنيمه في حضنك، ومستحيل يرجعهولك مهما تعمل ولا يفرط فيه، لأنه ما عندوش إمكانية إنه يجيب موبايل غيره. ولو دفعت له فيه أكبر تمن ممكن ياخده ورضي أو قبل إنه يرجعهولك، للأسف هتلاقيه ما بقاش موبايلك، لأنه خلاص ما بقاش فيه أي حاجة تخصك. الموبايل ده هو أول حب أو أهم حب في حياتك، واللي لما مليت منه أو حسيت إنك اتعودت عليه ما بقاش يناسب رغباتك وطموحاتك وتخليت عنه بسهولة، لكن عرفت قيمته بس بعد ما اتسرق منك، وبتندم عليه دلوقتي قوي وعلى حياتك كلها معاه. طول عمرك هتفضل تندم مهما مر الزمن، ومفيش أي حاجة ولا أي حد هيعوضك عنه مهما حصل. فحاول تحافظ على الموبايل اللي معاك. تحياتي.